السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلس إدارة نادي الزمالك مصمم إنه يزعل جماهيره وعدم تجديد لزيزو. يا جماعة أنا عامل الفيديو ده لأن زيزو ووالده مظلومين جدا. زيزو ووالده محترمين وبيحبوا الزمالك قوي. مفيش حاجة اسمها طماعين، مفيش حاجة للهجوم اللي انتوا عاملين تعملوه على زيزو وعلى والده. ده كان لابس جلابية، ده كان قاعد على طبلية. محدش يعرف ظروف الناس ايه. الراجل ده كان في أكاديمية بره. انت عرفت تسافر ازاي؟ عرفت عيشته كانت عايزه ازاي اللي انت بتتريق عليه؟ شويه لجان معمولين ما تعرفش معمولين من مين، لجان حمراء ولا عن طريق مجلس الاداره بتاعنا. زيزو اللي ضحى بحاجات كتير عشان خاطر الزمالك بيتحارب دلوقتي ومعمول عليه شنة هجوم لتكريه جماهير الزمالك فيه. عمر ما هيقدر شويه لجان او عجز من مجلس اداره نادي الزمالك ان يخلي جماهير الزمالك ما تحبش زيزو. مفيش حد ما يقدرش يحب زيزو على عمله معاه. زيزو من ساعة ما جه الزمالك لا صوت ولا حس ولا غلط ولا اتنمرض ولا عمل مشكلة مع حد، بالعكس. الراجل ده لما تألق استضاف عمرو أديب وقال له سؤال واحد، قال له لو جالك عرض من الأهلي هتعمل إيه؟ قال له ولا هعمل حاجة، أنا في مكان أحسن، أنا في الزمالك. إيه الفرق بين الزمالك والأهلي؟ هعمل إيه لما أروح الأهلي؟ أنا كفاية عليا نادي الزمالك نادي كبير، كفاية عليا أنا باخد معاه بطولات. طموحاتي مش إن أنا أروح الأهلي. الراجل قالها ان انا مش هروح الاهلي، ده مع عمرو اديب، وكان لسه عقده هيخلص على فكره. بعد ما العقد بتاعه خلص جه مع ابراهيم فايق، وهسمعكم الفيديو دلوقتي. جه مع ابراهيم فايق قالها له كده، قالها له انا كان جاي لي عرض من نادريوم بتاع السعودي ب 3 مليون دولار، هو هياخد مليون غير راتبه الشهري و2 مليون للزمالك. الراجل اولا حس ان القيمه قليله لنادي الزمالك. تاني حاجه قال لك انا ما قدرتش اسيب الزمالك وجماهيره، ما قدرتش اسيب الزمالك وجماهيره. فراح لشيكابالا وخده من ايده، قال له انا مش عايز اسافر، مش عايز اسيب الزمالك، مش عايز احترف. شيكابالا ما صدق وفرح وراح لغى موضوع العقد ده وموضوع التعاقد مع النادي السعودي، وفضل زيزو في نادي الزمالك زي ما انتم شايفينه. جاب لك الكونفدراليه، جاب لك السوبر الافريقي. الراجل عمل كل ما وسعه، ما عملش حاجه غلط مع جماهير الزمالك. لحد اللحظه دي الجمهور بيساله ما سيبناش يا زيزو وجدد، قال لك مين قال لك ان انا همشي؟ على الرغم ان في غيره بيسالوه بيقولوا ما تسيبناش جماهيري هتزعل، قال لها ما تزعل. ومحدش عمل اللي عمله معاه. يا جماعه اللي احنا بنعمله ده غلط. اسمع كده زيزو بيقول كلمني ايه له بصراحة. فايق. كنت عايز تمشي وقتها؟ الوقت اللي انا هقرر ان انا امشي فيه من نادي الزمالك مم. هيبقى لسبب واحد بس، ايه هو؟ اداره عندها ان انا افيد عجز نادي الزمالك، عشان خاطر مش اطلعه من عارفه ازمه هو تجدد موجود له، فيها. مع بس ان في ناس لو بتساهم لو امور عشان الزمالك تجدد مستقره لزيزو. وما تعرفش والدنيا برضك كلها الاداره كويسه عايزه واللعيبه ايه كلها مننا. مبسوطه وبتاخد فلوسها في وقتها وكل حاجه، عمر ما ده هيبقى قراري. الرد ده أنا أول مرة أسمعه في حياتي من حد. ما هو ده الحقيقه. معنى كلامك اللي أنا فاهمه إنك مشيانك من الزمالك بالنسبة لك تضحية طبعا. للدرجة دي بتحبه. ايوه طبعا. طيب فلو اسمع بقى الفيديو التاني ده، لسه معمول قريب ومنزل الصورة. وعلى فكرة هو مش 84 جون، هو النهاردة 86 جون. هو عدى حمادة أمام. زيزو بقى سادس هداف التاريخي للزمالك. اسمعوا الراجل اللي بيحب الزمالك بجد. والله زيزو بيحب الزمالك بجد. وأنا من مكاني ده بتأسف لزيزو ولوالده على أي هجوم معمول. على فكرة سهل زيزو إنه يسافر ويتعاقد ويمشي بعيد عن الزمالك، عقده بيقول كده. لكن الراجل مش عايز يزعل جماهير الزمالك اللي بيحبها، عايز النادي الزمالك يستفيد منه على قد ما يقدر. زي ما قال انا مش همشي من الزمالك الا لما يستفيد مني. كل ده عشان زيزو محترم بيحب الزمالك. اسمع كده بيقول ايه ابراهيم فايق. بس الدماغ دي كان لازم تعيش في أوروبا. لا والله العظيم يا زيزو، صح؟ انا في مكان احسن. مالكش في السهر، مالكش في الخروجات، لا لا مالكش في الحاجات دي لا خالص. لا، انا عايز ابقى الهداف التاريخي بتاع نادي الزمالك. على الرغم ان هم بيعملوا فيه وبيحاربوا فيه ولجان طالعه، انا بشوف صفح بتطلع لاول مره الزمالك الملكي، ملعب الزمالك، حاجات كده بسمعها غريبه. والاقي يعني متابعين سحر عبد الرحمن مش عارف فوزي مين وكله نازل ساخر زيزو. زيزو ما يسحقش من جماهير الزمالك كده. على الرغم اللي انتوا بتعملوا فيه وبتهاجموه، على الرغم ان الراجل ده هيلعب بكره
قدام مودرن سبورت وهيبقى متألق وممكن هو اللي يكسبك المباراة. زيزو فضل في الزمالك، هو حبيب جماهير الزمالك. زيزو ساب الزمالك بأي شكل من الأشكال وبسبب الإدارة برضك هيفضل حبيب الزمالك. كل الدعم من زيزو، وكل ما هو جاي غلط وبيظهر حقيقة غلط إن شاء الله ربنا هيظهرها قريب. يا جماعة زيزو جاله 65 مليون من ممدوح عباس للإدارة علشان خاطر ياخد 50 مقدم التعاقد. زيزو قال له لا، انا وعد مني همضي ال 65، شوف المديونات اللي عندك ايه ومستحقات المتاخره اللعيبه ايه، وانا في الاخر حسين لبيب لاني عارف الموضوع الكبير عليه، وفي رجل اعمال هذكر اسمه قريب تخاذل مع حسين لبيب انه يجدد لزيزو، اتبقى من كل ما تبقى من فلوس 20 مليون جنيه. فقعد مع والد زيزو بدون زيزو، عشان ما حدش يقول لك زيزو كان موجود. زيزو في التمرينات خلي بالكم، وزيزو مرتبط بنادي الزمالك وبإدارة الزمالك وبلاعيبة الزمالك. زيزو مرتبط ومنضبط في المباراة اللي هيلعبها بكرة. والده لما قعد مع الإدارة لقى أشياء غريبة، بيدوله 20 مليون، واحد بيعرض عليه أسهم فيلا ب 30 مليون إن هو ياخدها بعد 3 سنين. الراجل كل اللي قاله كلمتين: لما تبقى جاهزين قولوا لي، ومشي. احنا متفقين المتقدم التعاقد بتاعنا 50 مليون اللي كان هيبعته ممدوح عباس، وزيزو كان هياخد 35 مليون اول سنه، 40 مليون تاني سنه، 45 مليون تالت سنه. الراجل ده القيمه التسويقيه بتاعته 4 مليون يورو، يعني ما يقرب من 230 مليون جنيه مصري. لما ياخد على 3 سنين 100 مليون ولا 110، من زي ما الناس اللي بتهبط تقول لك ده عايز في الموسم 80، ده عايز ياخد في الثلاث سنين مره واحده وهو قاعد. كل الهبد ده غلط، اتقوا الله. زيزو لحد النهارده لا غلط في الجماهير ولا عايز يسيب نادي الزمالك. زيزو عايز يبقى الهداف التاريخي للزمالك، زيزو عايز يعمل بطولات للزمالك، زيزو عايز يبقى هو نجم من ضمن النجوم والاساطير الزمالك، زي شيكابالا، زي حماده امام، زي حازم امام، زي جمال عبد الحميد. طبعا انا ما ذكرتش حسن شحاته وفاروق جعفر، مع احترامي لحسن شحاته اللي لحد دلوقتي مش عارف هو زملكاوي ولا اهلاوي، لكن انا واثق مليون في الميه ان فاروق جعفر لا يمت بسرعه لنادي الزمالك. اي فركشه جيل لنادي الزمالك كان من فاروق جعفر، وفي حلقه انا هقولها لكم بالمستندات وبالادله ان شاء الله، باذن الله باذن الله باذن الله الحقيقه هتظهر لزيزو. عاش زيزو وكل الدعم لزيزو.